روى ابن المبارك في الزهد عن مولى لأبي ريحانة قال: قفل أبو ريحانة من بعث غزا فيه، فلما انصرف أتى أهله فتعشى من عشائهم، ثم دعا بوضوء فتوضأ منه، ثم قام إلى مسجده يعني مصلاه في بيته، فقرأ سورة ثم أخرى، فلم يزل كذلك مكانه، كلما فرغ من سورة افتتح الأخرى، حتى إذا أذن المؤذن من السحر شد عليه ثيابه، فأتته امرأته فقالت: يا أبا ريحانة، قد غزوت فتعبت في غزوتك، ثم قدمت إلي فلم يكن لي منك حظ ولا نصيب. فقال: بلى والله ما خطرت لي على بالي، ولو ذكرتك لكان لك علي حق. قالت: فما الذي شغلك عنا يا أبا ريحانة؟ قال: لم يزل قلبي يهيم فيما وصف الله في جنته من لباسها وأزواجها ونعيمها ولذاتها، حتى سمعت المؤذن الله أكبر. لما سمع القوم قول الله: فاستبقوا الخيرات، وقوله: وسابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض، فهموا أن المراد من ذلك أن يجتهد كل واحد منهم أن يكون هو السابق لغيره إلى هذه الكرامة. قال الحسن: إذا رأيت الرجل ينافسك في الدنيا فنافسه أنت في الآخرة. وقال رحمه الله: من نافسك في دينك فنافسه، ومن نافسك في دنياك فألقها في نحره. اعلم رعاك الله، واعلم بارك الله فيك، أنه على قدر أهل العزم تأتي العزائم، وعلى قدر أهل الكرم تأتي المكارم. تريد ضمان لخاتمة حسنة؟ من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة من؟ في ذمة الله، يعني في حفظ الله ورعايته. زاد أهل العلم قالوا معناه أنه إذا مات من يومه دخل الجنة. مروا أبناءكم بالصلاة ل7، اضربوهم عليها ل10، اصنعوا لنا أبطال، اصنعوا لنا رجال، اصنعوا لنا أمهات عابدات. لا بد من صنع الرجال، ومثله صنع السلاح. وصناعة الأبطال علم علمه أولو الصلاح، من لم يلقن أصله من أهله فقد النجاح. لا يصنع الأبطال إلا في مساجدنا الفساح، في روضة القرآن، في ظل الأحاديث الصحاح. شعب بغير عقيدة ورق يدريه الرياح، من خان حي على الصلاة يخون حي على الكفاح. روى مسلم في صحيحه عن المغيرة بن شعبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سأل موسى ربه: ما أدنى أهل الجنة منزلة؟ قال الله لموسى: هو رجل يجيء بعدما أدخل أهل الجنة الجنة، فيقال له: ادخل الجنة، فيقول: أي ربي، وكيف وقد نزل الناس منازلهم وأخذوا أخذاتهم؟ فيقال له: أترضى أن يكون لك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا؟ فيقول: رضيت ربي. فيقول له: لك ذلك ومثله 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 ومثله. فقال في الخامسة: رضيت ربي. فيقول: ولك هذا وعشرة أمثاله، لك هذا وعشرة أمثاله، ولك ما اشتهت نفسك ولذت عينك. فيقول: رضيت ربي. لا إله إلا الله. هذا أدناهم منزلة، فما أعلاهم منزلة؟ قال: أي موسى ربي، فما أعلاهم منزلة؟ قال الله: أولئك الذين أردت، غرست كرامتهم بيدي وختمت عليها، فلم تر عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر. قال: ومصداقه في كتاب الله عز وجل: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. فماذا كانوا يعملون؟ فماذا كانوا يعملون حتى جزاهم ونظر وجوههم
وقال عنهم وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وقال وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة. فاسمع رعاك الله، اسمع رعاك الله عن تلك الوجوه، وجوه طالما غسلتها الدموع، وجوه طالما أذلها الخشوع، وجوه ظهر عليها الإصفرار من الجوع، وجوه إذا ذكرت أذعنت وذلت، وجوه ألفت الركوع والسجود فما كلت وما ملت، وجوه توجهت إلى ربها وما نكصت على أعقابها وما تولت، وجوه سارت في الدنيا بين الرجاء والخوف، رجاء دخول الجنان والخوف من النيران. لسان حالهم في دنياهم كما قال ربهم جل في علاه إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا.